بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة النبي يوسف فيها يعني أحاسيس ومشاعر وعظات وصور، وفيها زي آية بتلخص كل حاجة. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ازاي وصل للي هو وصل له ده، من ان هو طفل في بلد فقيرة ليبقى عزيز مصر، أغنى بلد في العالم. تحس ان ربنا بيسبب الأسباب وبيرسم لك طريقك، حتى لو في وقت غصب عنك بيغصبك على حاجات صعبة قوي ووحشة قوي، بتبقى أصلها خير. وفي حاجات خير لا هي شر، زي وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حب النبي يعقوب ليه هو أكتر من اخواته مفروض انها حاجة حلوة لأي ابن. الله بابايا بيدلعني، لا دي كانت شر، لأن هي خلت اخواته يحقدوا عليه ويقرروا يقتلوه. وفي حاجة برضو في ناس فهمها غلط، ان اي حاجة النبي بيعملها تبقى صح. لا، طب ما النبي يونس ذهب مغاضبا، ساب الدنيا ومشي وهو ربنا ما قالوش كده، فربنا خلى الحوت يبلعه، يبقى دي غلطة. النبي نوح لما دعا على قومه راح فيها ابنه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فهو كان بيفرق بينه وبين اخواته في المعاملة، عشان كده حسوا وقرروا يقتلوه. فدي المفروض انها حاجة حلوة، لا هي كانت حاجة وحشة، خليتهم يرموه في البير. طب لما رموه في البير دي كانت حاجة وحشة؟ لا كانت حاجة حلوة. دي حاجة صعبة جدا ان واحد يترمي في بير وضلمة ومليان تعابين، فخدوا واحد وداه العزيز مصر، كانت حاجة كويسة. طب لما دخل سجن حاجة وحشة؟ لا كانت حاجة حلوة. لما فسر الأحلام وربنا اداله، لأن دايما الواحد يرجع الفضل لربنا، كانت حاجة كويسة. السجن حاجة كويسة، كانت حاجة كويسة، لأن واحد عارف ان هو بيفسر الأحلام، فربنا سبب الأسباب، خلى الملك يحلم حلم محدش يعرف يفسرهوله، أو قالوله حاجات ما أقنعتوش لغاية ما لقاه واقتنع بكلامه وعمل بيه وبقى عزيز مصر. قصة نجاح ناس كتير قوي هتلاقيها دايما السر فيها ان ربنا بيسبب الاسباب وبيزق الانسان لطرق غصب عنه، فالواحد ياخدها وهو راضي. يعني وهو في البير كان قاعد يقول ايه ده، هو مفيش غير ليه بس اللي بيحصل لي ده كله؟ لا هو راضي. دخل السجن وهو راضي، فاشتباه ربه، اتزق مع ربنا في المشاوير غصب عني وانا راضية، لان هو ده الفرق. والله يعلم وانتم لا تعلمون. امشي مع تيار ربنا اللي بيزقك فيه وانت راضي، خليك زي الطبيعة كده. هو النهر وهو ماشي بيفلفص في النص، يقوله ليه كده؟ ايه الطوبة اللي في وشي دي؟ بيمشي كده من جنبها، بيمشي. فامشي وانت راضي، مش دايما تعترض. لما كان ماشي وهو راضي ربنا سماه ايه؟ انه من يتقي ويصبر صابر على الاحداث، وبيتقي ربنا في كل حاجة بقى. القصة كلها انه اتقى ربنا برضو، فان الله لا يضيع اجر المحسنين. يتقي ويصبر بقى من المحسنين. ربنا في آيات كتير قال إن الله يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين. إيه يساوي في الدنيا إن ربنا يحبني؟ إيه يساوي في الدنيا؟ مثلا أدخل في جدال مع حد من صحابي أطلع منه خسران صاحبي وخسران ربنا؟ ما يستاهلش. أترك الجدال، اللي قدامي عمل حاجة ما عجبتنيش فضلت ألوم عليه أو ألوم في نفسي، هو ده يعني مش شكل من أنواع الجدال.
ناس كتير بتعترض على ان موضوع النفس اللوامة دي حاجة تحفة، دي حاجة من الايمان. لو انا شربت نقطة خمرة حلال ولا حرام؟ يعني كثيرها مسكر يبقى قليلها حرام. طب ما هو كثير اللوم ده في علم النفس اسمه جلد الذات، وبيوصل لفصام، وبيوصل لأمراض لا حصر لها نفسية. يبقى قليلها ازاي كويس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيلوم على الخادم بتاعه. لو عمل حاجة يقوله ما عملت ده ليه، لو ما عملتش حاجة يقوله ما عملتش ده ليه. ما كانش بيعمل كده، لانه ما كانش عايش بنفس لوامة، ما كانش بيلوم حد. بجد الانسان اللي بيتقي الله جدا في كل حاجة بيقولها، في كل حاجة بيعملها، وبيفكر كويس قوي، دي ترضي ربنا طب هعملها، دي ما ترضيهوش لا مش هعملها، دي لله هعملها، دي لنفسي لا مش هعملها. هيعرف كويس قوي ان النفس اللوامة دي حاجة وحشة جدا. انا هلوم اللي قدامي ليه؟ عشان ربنا؟ طب ما ربنا قال فذكر انما انت مذكر لست عليهم مسيطر. هلوم نفسي عشان ايه؟ طب ما هو بدل ما الوم نفسي زي النبي يونس قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا وانت ازاي تعمل كده، مفيش فيك فايدة، ما عادش يعمل كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. مين اللي بيعمل كده؟ ربنا سماهم ايه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللي بيعمل كده مؤمن. اول ما الاقي حاجة وحشة حصلت ما اقعدش الوم في نفسي ولا اللي حواليا، استغفر اقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عشت بنفس لوامة كتير، جرب ما تعيش بيها بقى. لو انت وصلت لنتائج في حياتك تحفة ويا سلام حاجة جامدة جدا ومش عايز تتغير من المكان ده، خليك عايش بنفس لوامة. لكن لو حياتك مضايقاك ووصلت لنتائج مش عاجباك ومش مرتاح في حياتك ومتخانق مع كل اللي حواليك ومش طايق نفسك ومش طايق كل اللي حواليك، جرب ما تعيش بنفس اللوامة. جرب لا تبكت احد زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. جرب لا تغضب لنفسك قط. معيش في جدال، يأكل خيرا او ليصمت. الصحابة فضلوا مختارين لاختيار الصمت. ربنا بيعلمهم 13 سنة يتعرضوا للأذية ويصبروا يسكتوا، يصبروا يسكتوا، فكرمهم جامد جدا بعدها. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عايز ربنا يكرمك زي ما كرم النبي يوسف؟ عيش بالأخلاق دي. صبر، اتقي الله واصبر وكن من المحسنين. الإحسان أن أعبد الله كأني أراه. كتب الإحسان على كل شيء، حتى لو هنذبح خروف نسن السكينة ليها يعني شروط عشان ما نظلمش، رحمة في كل حاجة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مين ليفل المحسنين؟ هو ربنا بيحبه. اعفو عن من ظلمك واعطي من حرمك واحسن لمن اساء اليك. لما حد يعاملني وحش هعامله انا كويس. ايه ده؟ دي قلة كرامة؟ لا ده اسمه احسان عند ربنا. انا عايزة اسمي نفسي ايه؟ مش مهم لو اللي حواليك مش فاهمينك، المهم ربنا يكون فاهمك كويس اوي، فاهم عارف كويس اوي نيتك انها لله. احلى حاجة في الدنيا اني اعيش باسامي ربنا. عندي مشكلة في الفلوس، اعيش باسم الله الغني. ازاي استعمله؟ كل حد عنده مشكلة في اسم يبعتلي وانا اقوله ازاي استعمله. دايما مخنوق، مش عايش باسم الله الواسع. عندي مشاكل مع اللي حواليا، مش عايشة باسم الله السلام. احلى حاجة والاستمتاع ان كل حاجة بعملها رجعها ربنا. متعودة ازور اهلي، صلة رحم. متعودة اضحك في وش الناس، تبسمك في وش اخيك صدقة. انما الاعمال بالنيات. يعني لو واحد مثلا بيبوس ايد مامته عشان هي ربيته على كده، اصل الذوق والاخلاق، الذوق والاخلاق دي ما فيهاش كلمة ربنا، مش لله، مش بيتقي ويصبر، لا مش تحت البند ده. واحد اصله خايف منها، مش لله.
اصلها لو ما عملش كده هتضربه، مش لله. اصل الناس قاعدة بقى ومنظري بقى عشان الناس تقول انا جامد اوي بر الوالدين، مش لله. لكن اللي عاملها بر الوالدين هو الوحيد اللي بياخد ثواب. من بره الناس دي كلها بس ايد مامتها او باباها، طب من جوه هو واحد بس هو اللي خد حسنات. قبل ما اعمل اي حاجة واقول اي حاجة ارجعها لربنا. مثلا اغسل وشي، نظافة من الايمان. هروح المدرسة اتعلم، ما هو العلم ده ربنا بيحبه. وقل رب زدني علما. استعينوا بالصبر والصلاة. الانسان دايما يستعين بالله، دايما ربنا يساعده. اي حاجة بيعملها تبقى لله. مسافرة، طب ما ربنا السفر ده وصى بيه ونسيره في الارض، وان الواحد ليه دعوة مستجابة، وحاجات حلوة كتير قوي. كل حاجة بعملها ممكن ارجعها ربنا واخد حسنات. فهحس ان انا عايشة معاه كده وبيه وابقى دايما مرتاحة، ودايما حاسة ان باور اكبر بكتير قوي هي اللي حمياني دايما معايا. يعني في ناس تتولاهم الملائكة زي الآيات اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. الملائكة لما تتولاني وربنا يتولاني، يتولى الصالحين. لو أنا صالحة ربنا هيتولاني. يعني في ناس كده، من عاد لي وليا فقد أذنته بحرب. اللي عند ربنا اسمه ولي، ربنا يحارب أي حد يجي جنبه. تحس ان لا لا لا، ده ما حدش يجي جنبه، ده يحصل ده مشكلة والدنيا بتتقلب لو حد زعله. دي محتاجة بقى اصوم كتير واعمل حاجات كتير، لا لا خالص. يعني الكلام هيطول قوي على كلمة صالحين في القرآن. انا بعمل حاجة لطيفة جدا. مثلا انا عايزة اعرف كلمة صالحين دي موجودة في ايه في القرآن، مين هم، صفاتهم، بيعملوا ايه. هتلاقوهم الناس اللي هم امنوا وعملوا الصالحات. هتلاقوهم ربنا قال عليهم مثلا ايه، ان اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسارعون في الخيرات. ايه ده، في خير بسرعة بسرعة، جري، حاسس ان في مسابقة قبل ما حد يلحق. دول ربنا قال من الصالحين. فما فيش حاجة في الدنيا تستاهل ان الواحد يخسر ربنا ويقربش منه ويتقيه ويعمل ليه، وكل حاجة تبقى راجعة عشانه. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حاجة لله. ناس كتير تقولها طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل كذا. لا لا، ده الرسول. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو هو حاجة لا يمكن أتبعها ولا أعمل زيها، هو ربنا جابها ليه؟ ما كان يجيبها ملاك. ما هو جابوا بني آدم عشان نقلده، يعني هو قابل للتقليد. في ناس ما تيجي تكلمها ترد وحش وكلامها مش حلو. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واحد عايش باسم الله السلام، لما حد يضايقه يقوله سلام عادي، وما عندوش استعداد يخسر ربنا عشان حد، عشان اي حد هيقول عليه اي حاجة. مش مهم، مهم انا عند ربنا ايه. يعني في واحد دخل على الصحابة كده قالوا ايه رأيكم في ده جامد، ده لو اتجوز كل الناس توافق، لو عايز يتجوز اي حد الناس توافق، لو اتكلم الناس تسمع له، لو كذا يبقى كذا، يعني حاجة جامدة جدا. فدخل واحد تاني ايه رأيكم في ده لو عايز يتجوز محدش هيجوزه، لو اتكلم محدش هيسمعه. قال لهم هذا خير من ملء الارض من هذا اللي انتوا شايفينه جامد قوي ده. يعني في ناس اسامي يا سلام يجروا ياخدوا منهم امضوا، يا دول لو اتملى منهم الارض ولا حاجة، مش مهمين خالص من واحد من ده. رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لأبره. يعني الأشعث الأغبر ده اللي هو الناس اللي بتمشي منكوشة في الشارع ولونها أسود دي، في ناس منها إذا أقسم على الله لأبره. يعني ما بيدعيش ربنا يا رب ويقعد يعيط واعمل لي يا رب، لا لا، ده والله يا رب لا انت عامل كذا. فلا بالاشكال ولا باللي انتوا شايفينهم فاكرينهم ضعفاء، ولا هو ما بيردش عشان هو قوي،
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، مش عايز يتعصب، مش فارق معاه مين يقول عليه ايه. يحسن لمن أساء إليه عشان يبقى ربنا يكرمه جامد قوي زي ما كرم النبي يوسف. يعني ايه ده؟ ليه ده ربنا يديله كل ده؟ انت متعرفش، انت شايفه ضعيف. لا، هو عمل حاجات كتير قوي عشان ربنا يحبه، استحمل حاجات كتير عشان ربنا يحبه، فربنا كرمه. عايش سعيد ومرتاح ومبسوط عشان هو عارف انه راضي ربنا، بيحس من جواه. ربنا بيديله علامات. في ناس هي مش عارفة اصلا ربنا راضي عنها ولا لا هو عارف. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما اقامك. انت مثلا بتحب تصلي الصلاة على وقتها، هو بتعرف تعمل ده كل مرة؟ هي احب الاعمال الى الله، مفيش حاجة اهم من كده، لانها بثبت لربنا 5 مرات في اليوم اني بحبه اكتر من اي حاجة هو اداهالي برضو. يعني في ناس بتحس ان اللي حواليها دول اندال، مش عارف ايه، ندل ليه؟ اصل عملت له وما تمرش فيه. طب ما ربنا عمل لي تمر فيا؟ سبت اللي هو عمل، يعني سبت الصلاة عشان ولادي، سبت الصلاة عشان شغلي. طب ما الحاجات دي كلها مين اللي اداهالي؟ ربنا. سبتها عشان ربنا ولا سبت ربنا عشانها؟ حاسس بالود من اللي حواليك؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. عايش باسم الله الرحمن الرحيم. يرحم الله من عباده الرحماء. لو انا برحم هلاقي رحمة، لو انا مش لاقي الرحمة يبقى انا مش رحيمة، انا اللي فاكرة ان انا رحيمة. عايشة باسم الله الغني، ساعتها هلاقي الغنى. مستغنية عن الناس ولا عايزة منهم حاجة؟ مستغنية عن الناس. اللي يستغنى عن الناس بيكون اغنى الناس. لو انا مش محتاجة حاجة معينة ولا حاجة، اذا سألت فاسأل الله. هو اهم حاجة عندي، هو بشوفه ما بشوفش بني ادمين، هعيش في ليفل تاني خالص. لو حد اذاني بشوف وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، وان ربنا هو اللي اذن بكده عشان ليه حكمة، في سبب، فما بشوفش غيره. لما تحصلي حاجة وحشة متعجبنيش بقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ولا لا هو عمل فيا وازاي وانا هرد له وازاي يقول لي كده مش هسكت له. بشوف بني ادمين ولا ما بشوفش بني ادمين؟ بشوف ان ربنا هو اللي عمل فيا، ليه حكمة برضه. لما ربنا بيزقني الطريق برضه، من رضي فله الرضا. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. الراضي ربنا بيرضيه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل اكسبها قدامها اخسر ربنا. اصبر، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اللي انا عملته لله مستحيل يضيع، اي حاجة لله سيخلفه. حد ضايقني سيبها لله، ربنا هيعوضك. مفيش حاجة تستاهل اني ارد على اللي قدامي وربنا يكرمنيش في حياتي وفي ولادي. المحسن كسبان حاجات كتير. يعني لو ربنا موجود معايا في قعدة معينة هقول نفس الكلام، هتصرف نفس التصرفات، ردودي هتبقى نفس الردود. ان اعبد الله كأني اراه، ده الاحسان. الاحسان ان احسن لمن اساء الي. اعيش بالاحسان، ربنا يحبني وهكسب كتير قوي. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.